دايما أي ظهور للملحن عمرو مصطفى في أي برنامج بيصاحب معاه كثير من الجدل والتصريحات النارية اللي بيطلعها بكل تلقائية وصراحة تجاه الفنانين، وأبرزهم عمرو دياب. فطبعا معروف إن في خلاف ما بين الهضبة وعمرو مصطفى أدى إلى انقطاع العمل ما بينهم لما يقرب من 3 سنين. وخلال ال3 سنين عمرو مصطفى كان دايما بيهاجم عمرو دياب بتصريحاته، وإنه مش حابب يذكر اسمه في أي برنامج ولا يتعاون معاه تاني. وده برضه حصل في آخر لقاء ليه، وكمان وصفه بجده بس بطريقة غير مباشرة. في ناس بيقولوا نساو مشكلتك مع النجم الكبير. شفت انت بتذكر اسماء ازاي؟ انا مش عايز اذكر اسماء، مش عايز اذكر اسماء ولا اسماء ولا لهم اهميه. اتفضل اتفضل، مش هديله اهميه، هديله اهميه. دول مش موجودين، مش موجودين. جدو علي عنده حصان، هي يلا كمل.